السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدرون من هو أسوأ السارقين؟ سأخبركم الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال في الثالثة: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الأحاديث كلها تبين ضرورة الخشوع في الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة أمر مهم، وهناك أوجه كثيرة للخشوع، ومن أهمها هي أن تركع حتى تطمئن راكعا، وأن تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تقول الدعاء. لا أن تركع وتقول الدعاء في قلبك ثم مباشرة تقوم وتسجد مباشرة ثم لا، يجب أن يكون هناك خشوع في الصلاة. عندما تركع ثم تقول الدعاء، وعندما تسجد ثم تقول دعاء السجود، وهكذا العملية تستمر، وهكذا. لا تكون الصلاة كنقرة الغراب، سريع بسرعة ومستعجل، ثم لا يذكر الله كثيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم. هذا الرجل الذي أعاد صلاته 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر له: ارجع فإنك لم تصلي، فهذا يدل على عظم وأهمية الخشوع في الصلاة، وخصوصا في هذا الأمر. وسبحان الله، بعض منا قد تكون صلاته أخف من تسخينه للسيارة. تسخين السيارة يجلس 5 دقائق ولا يهتم، وكأنه يعني شيء طبيعي، لكن في الصلاة سبحان الله وتعالى يصلي سريعا وكأن خلفه رجلا سيضربه، ثم ينتهي ويسلم ويمشي وانتهى أمره. فيجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر، يجب علينا أن ننتبه ونذكر دائما عندما نصلي. تذكر ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. دائما نتذكر هذا الحديث عندما نصلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: صلي كأنك صلاة المودع، صلي كأنك تصلي صلاة المودع، كأنها آخر صلاة حياتك. كيف هي تكون حالتك؟ سأترك جواب لك. مع التأسي بالنبي المصطفى والآل والصحب الهداة الحنفاء، والتابعين لهم على الهدى بهم إذا رمت اقتداء يقتدى، مثل أبي بكر إذا ما انتصبا يحسبه رائيه عودا نصبا، وابن الزبير وكذا ابن المعتمر، وعاصم وابن يسار فاعتبر، فكل حبر منهم قد وصفا بأنه كالجذع حين وقفا، وقيل كالحائط والجدار، وبعضهم شبه بالسوار، ومنهم من تقع الطيور
صلوا عليه فاعجب أيها المغرور. ثم الصلاة والسلام ما سرى نجم على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار والتابعين السادة.